يا أستاذة الحقيني يا أستاذة، المحامي بتاعي باعني للخصم. المحامي بتاعك باعك للخصم؟ ازاي الكلام ده يا فندم؟ عمرك شفتي يا أستاذة إيصال أمانة يتاخد فيه براءة؟ شفت حضرتك كتير. ازاي الكلام اللي انت بتقوليه ده يا أستاذة؟ هقولك بس اما اعرف ايه حكاية ان المحامي بتاعك باعك للخصم. اللي حصل يا أستاذة ان جاري كان عايز يستلف مني فلوس، وانا خدت عليه إيصال أمانة، خليته يوقع لي على إيصال أمانة على بياض، واديته الفلوس اللي هو عايزها. ولما اتأخر عليا في دفع الفلوس اللي خدها، فروحت مكمل البيانات اللي ناقصة في إيصال الأمانة، واديت إيصال الأمانة للمحامي وقلت له يرفع لي بيه قضية على جاري دوت. وبعدين كمل. بعد كده صدر الحكم حضرتك بالبراءة. أولا انت اللي ضيعت حقك وضيعت فلوسك بنفسك، مش المحامي بتاعك اللي باعك. انا هقولك ايه اللي حصل. انت كدائن كنت مبسوط ان انت خليت جارك اللي استلف منك فلوس يوقع لك على ايصال امانة على بياض، ولما اتأخر عليك انت كملت البيانات سواء بخط ايدك او خليت حد تاني هو اللي يكملها، وبعد كده خليت المحامي يرفع لك القضية. اما انت رفعت القضية وتم اعلان جارك اللي هو المتهم، راح حضر الجلسة وطعن بالتزوير على إيصال الأمانة اللي انت مقدمه في ملف الدعوة أو المحامي بتاعك مقدمه، والمحكمة استجابت لطلبه وأحالت الدعوة للطب الشرعي. وهناك في الطب الشرعي تم استدعاء المتهم وتم استكتابه، وبعد كده الطب الشرعي أودع تقريره اللي أثبت فيه إن التوقيع على إيصال الأمانة دوت توقيع المتهم بالفعل، ولكن البيانات أو صلب إيصال الأمانة مكتوبة بخط مخالف عن خط التوقيع أو خط المتهم. وكمان الطب الشرعي أثبت إن في فترة زمنية ما بين التوقيع وكتابة البيانات، وده اللي خلى المحكمة تشك في عدم قانونية إيصال الأمانة، علشان كده حكمت ببراءة المتهم. عشان كده يا جماعة بقول ما تفرحوش ان انتوا بتمضوا المدين إيصال الأمانة على بياض. خلوا المدين يكتب إيصال الأمانة من الألف للياء. كل بيانات إيصال الأمانة المفروض المدين هو اللي يكتبها، وما تسيبوش أي خانة بيانات في إيصال الأمانة فاضية. طب اعمل ايه يا استاذة لو المدين دوت ما بيعرفش يكتب اسمه الا بالعافية؟ في حالة ديت لو المدين ما بيعرفش يكتب اسمه الا بالعافية، ولا خطه مش واضح، ولا خطه مكسر، ولا حتى ما بيعرفش يكتب اصلا، في الحالة دي انت ممكن تكتب جميع بيانات ايصال الامانة بنفسك كلها، بس ما تسيبش اي بيان فاضي. وفي نفس القعدة بتخلي المدين يوقع على إيصال الأمانة بعد ما تملأ البيانات اللي موجودة في إيصال الأمانة. يعني تكتب إيصال الأمانة بنفس القلم وفي نفس التوقيت وفي نفس القعدة، وتخليه يوقع ويبصم قدام عينك. وتيجي بعد كده في ظهر إيصال الأمانة بتكتب تفويض. إزاي بقى التفويض؟ إن أنت بتقول فوضته أنا، تكتب اسم المدين بالكامل، فلان الفلاني اللي هو اسمك انت كدائن بالكامل، في كتابة جميع بيانات الإيصال المسطر باطنه، وهذا تفويض مني بذلك. وتخليه يوقع ويبصم قدام عينك. وانت بتكتب الإيصال والتفويض ما تحطش تاريخ لا على الإيصال ولا على التفويض، وبكده انت بتكون حميت نفسك من تهمة تزوير في بيانات الإيصال، وما ضيعتش فلوسك اللي مكتوبة في الإيصال، رغم ان انت اللي كاتب جميع بيانات إيصال الأمانة بإيدك. عرفت بقى ان المحامي ما ضيعكش زي ما انت قلت.